الشكر، كل الشكر لعصام الشوالي. مبروك للهلال السوداني الانتصار وحظ أوفر بالنسبة للأهلي المصري. هذا الانتصار بالنسبة للهلال على حساب شقيقه الأهلي المصري يأتي بعد 16 عاما منذ ذلك الانتصار الذي حققه الهلال السوداني أيضا بملعب الجوهرة الزرقاء، وكان بثلاثية نظيفة. وبمناسبة هذا اللقاء كان كل من هيثم مصطفى ووائل جمعة محللي قنوات بين سبورتس حاضران في تلك المواجهة. وهذا يؤكد شيء بأن من الصعب جدا الانتصار على الأهلي المصري حينما تكون المباريات هناك بالأراضي المصرية، ويؤكد شيء آخر بأن الهلال يكرس العقدة بالنسبة للأهلي المصري حينما تكون المباريات بالسودان. مبروك الكابتن هيثم. الله يبارك فيك. حظ أوفر الكابتن وائل جمعة. مبروك يا هيثم، مبروك للهلال، استحقوا الفوز الصراحة. ومن هنا أريد أن أبدأ. الهلال السوداني استحق الانتصار في الشوط الثاني على الأهلي المصري. ما الذي حدث في الشوط الثاني؟ وما هي لمسة ليبينغي مدرب الهلال اللي يتميز بخبرات كبيرة سواء كان مع فيتا كلوب أو مع نهضة بركان، ولمسة المدرب في الشوط الثاني؟ ما الذي تغير؟ شلنا فريق وجاء فريق آخر تماما في الشوط الثاني. وأيضا العكس هو صحيح، الأهلي المصري الذي تفوق في الشوط الأول لم يأتي في الشوط الثاني، وهنا تفوق مدرب على مدرب يبدو لي. أولا أهني جمهور الهلال واللاعبين على هذا العطاء، الجهاز الفني، الإدارة،